اليوم كنا في جولة لبعض المرافق الحيوية على مستوى مدينة الشام، وتمثلت تلك المرافق قضية زيارة لمركز شركة الكهرباء ومركز شركة المياه، بالإضافة إلى سانترال اللي يزود المدينة بالكهرباء. وأخيرا نحن مباركة فيها في المركز الصحي لمدينة الشام. وهون حقيقة نعبر عن هاي المرافق كاملة اللي خلونا عليها. الحمد لله وضعيات من ناحية انتظام الخدمات اللي تقدم، ومستوى من الانتظام في الخدمات اللي تقدم لا شك أنها ما تحتاج إلى تجويد وإلى تحسين. احنا كاملين نعمل هناك تجويد وذاك التحسين نوصل ونعرف عن الاهتمامات العليا لدى فخامة رئيس الجمهورية، حقيقة اهتمامات مركزية خاصة في الخدمات الأساسية اللي مقدمة للمواطن، واهتمامات وتوجيهات حاضرة. ومن هون ينبع وتأتي زيارتنا اللي قمنا بها اليوم ذيك المرافق. لا نقول عني بشكل خاص نأمل أن هذه المعدات اللي أخيرا تم التحصل عليها على مستوى المركز الصحي، فإنها تتم مستوى من صيانتها ومستوى من الحفاظ عليها، خاصة المتعلقون بوحدة الأسنان، المتعلقون بفتح جناح للطفولة على مستوى المركز الصحي بالشامي. نأمل هناك اللي فم كامل من الخدمات والأدوات والتجهيزات تتم الحفاظ عليه، اللي ياك يؤتي وكله يعود يقرب الخدمة للمواطن، ويشكل حقيقة أعتقد أنه يشكل إضافة نوعية زي اللي قالوا الخدمات الصحية على مستوى المركز الصحي. شاكركم.